شكرا للزميل أسامة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، للإثارة فصول مستمرة في هذا اللقاء. ركلات الترجيح، ركلات الحظ الترجيحية، ركلات التركيز الترجيحية، ركلات الأعصاب الترجيحية، ركلات البطاقة الترجيح. الأمور الآن لابد أن تحسم بركلات الترجيح. نبدأ سويا، وسيبدأ أم صلال عن طريق بن عسكر ومحمد الدعيع. الآن نشاهد المباراة ما بين الدعيع وما بين بابا مالك. جماهير الهلال كانت تنادي تكفى يا دعيع، كانت تردد تكفى يا دعيع، ولكن الآن أم صلال وبن عسكر. عزيز وبن عسكر يتقدم في مكان. الله، ضاعت المباراة هذه، ما فيها أهداف حتى في ركلات الترجيح. بن عسكر الأولى تضيع لأم صلال، تضيع الأولى لأم صلال. شوف الكرة الماضية من عزيز بن عسكر كابتن الفريق. كرة بتتحول الآن إلى خارج الملعب، كرة عزيز بن عسكر، والأولى تضيع. وثور الهلال رادوي الاختصاصي بركلات الترجيح في المباريات الماضية هو من سيبدأ الركلة الأولى. بابا مالك والروماني رادوي وركلة الترجيح الأولى لمصلحة الهلال. هل تهتز الشباك لأول مرة؟ الزيارة الأولى يتقدم. الله، ثور الهلال يمنح التأشيرة والزيارة الأولى للشباك في هذه المباراة. ناجحة هي الأولى من رادوي من ثورو، والركلة الأولى للهلال ناجحة في مرمى أم صلال. الركلة الثانية سعادة في جمهور الهلال. الآن نشاهد هل هو ضاحي النوبي يتقدم. شوف الدعوات، شوف الأماني، شوف اللحظات، شوف الأعصاب، شوف التوتر. ضاحي النوبي الدولي، لاعب الخبرة في فريق أم صلال والقدم اليسرى في ركلات الترجيح. محمد دعيع لعب ركلات ترجيح هذا الموسم أمام الشباب وفي كأس الأمير فيصل وخرج من تلك البطولة. الآن يتقدم ضاحي يتقدم في مكان. الله، أم صلال وضاحي النوبي يسجل أول ركلة الآن لأم صلال من الركلة الثانية. ضاحي النوبي يفعلها، يضعها قوية في قلب المرمى، وبالتالي الركلة ناجحة. 1-1. الركلة الثانية عن طريق الكوريسول صاحب العيون الضيقة يتقدم. الله، إنها عين الهلال التي ترى، عين الزعيم التي ترى يا كوري. يسول في الركلة الأخيرة، في آخر ركلة تسددها بقميص الهلال، يترك ذكرى طيبة في مباراة الوداع. 2-1 الآن للهلال، 2-1 للهلال. مدرجات تشتعل. أم صلال بحثا عن التاريخ للوصول إلى دور الثمانية من أول مشاركة آسيوية. الهلال يبحث عن استعادة التاريخ واستعادة العرش الآسيوي الذي يغيب عنه من 6 سنوات. محمد الدعيع والمغناطيسي ماجنو يتقدم، بيلعب الكرة في مكان. الله، الدعيع راح، لكن هداف. لعبها صعبة ماجنو، لعبها رايحة في المكان الصعب، في الارتفاع الصعب، في الزاوية الصعبة، والكرة بتتهيأ وتسجل ركلة أخرى لفريق أم صلال. 2-2. طارق التايب قبل التوقف. طارق التايب يتلقى الدعوات من كل الحاضرين بالنسبة لجماهير الهلال قبل الغياب، قبل الوداع، قبل كل الأمور. زعيم الفن وطارق العجائب. طارق يتقدم في مكان. الله يا بابا، مالك يتصدى لطارق، وطارق يتوقف قبل التوقف. ركلة الترجيح يهدرها طارق التايب. يتألق بابا مالك في التصدي لتصبح النتيجة 2-2 من 3 ركلات لكلا الفريقين.
لكلا الفريقين. عاد التعادل من جديد. لحظات أعصاب، لحظات تحبس فيها كل الأنفاس. الآن نشاهد ونتابع هذا اللقاء وهذه الدقائق. محمد الدعيع مع محمد حسين. محمد يتقدم، بيلعب لك كرة. يا لعيب يا بحريني يا مدافع، يضع الكرة على طريقة الكبار، يضعها بكل ثقة. الدعيع في جهة ومحمد حسين بشكل حسن في الجهة الأخرى. والآن أم صلال يتقدم ب3-2. أحمد الصويلح صاحب الفرصة الخطيرة والهدف الثاني في مرمى بختكور، والفرصة الخطيرة في هذه المباراة. بابا مالك وقف لأحمد الصويلح في المباراة. ماذا عن ركلات الترجيح؟ أحمد الصويلح يتقدم، يلعب لك كرة في مكان، يصلح الفرصة الضائعة، يتفوق على بابا في ركلات الترجيح لتعود الأمور بالتعادل 3-3. أحمد الصويلح يضعها بثقة، يضعها بقوة، بتركيز في المكان المناسب. طارق التايب، وهنا سجدة الشكر. الركلة الأخيرة، الركلة الخامسة لكل فريق. إن استمر التعادل ستستمر الركلات. محمد الدعيع حارس القرن في آسيا في مواجهة إبراهيم أنداي سيتقدم الآن. إبراهيم أنداي يضع الكرة في المكان. أم صلال تتقدم، أم صلال عن طريق إبراهيم أنداي يضع الكرة في زاوية والحارس في زاوية، وأم صلال بالركلة الرابعة ينجح الآن. الأخيرة بالنسبة للهلال، إلا إذا سجل الهلال إن ضاعت فأم صلال إلى دور الثمانية. محمد الشلهوب، يا لها من ركلة صعبة، يا لها من أعصاب، يا له من حمل ثقيل. محمد الشلهوب صاحب أجمل فرصة ضائعة في بطولة آسيا. محمد الشلهوب يتقدم، بيلعب لك كرة. الله! أم صلال إلى دور الثمانية. أم صلال، أم جبال، أم رجال يدخلون التاريخ، ينجحون في الوصول إلى دور الثمانية. بابا مالك هو البطل، هو العريس، وأم الصقور، صقور برزان